السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا لسه في البيت. قلت ابدا معاكم كده الفيديو من الاول خالص. وقلت اعمل المقدمه كده. وانا مصوره الكعبه، طبعا انا مصوره من التلفزيون. هنبدا دلوقتي ان احنا نتحرك على نروح كده المكتب اللي هو اللي احنا يعني طالعين مع الحمله تبعه، عشان كده نشوف الباص هيجي امتى ونتحرك ان شاء الله على مكه. ربنا يرزقنا ويكمل لنا على خير ويوعدكم ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. آم، ويلا بينا بقى نبدأ الرحلة بتاعتنا. ما تنسيش بقى تحط لايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لعدد كبير من الناس ويستمتعوا معانا بالرحلة. و... وان شاء الله ربنا يرزقكم كلكم بزيارة قريبة. آم، آم، ان شاء الله ويوعدكم. هنا خلاص وصلنا المكتب بتاع تساهيل اللي هو بس الباص لسه ما جاش، فهنستنى بقى شويه ننتظر كده لحد لما الباص يجي ونبدا ان شاء الله الرحله بتاعتنا. واخيرا الباص جه. هنبدا بقى نحط الشنط وبعد كده نبدا بقى نتحرك ان شاء الله. هو جه دلوقتي الساعه دلوقتي 4:30 المغرب، فيا ميسر شكلنا كده هنوصل بكره متاخر. ربنا ييسر الحال كده ونوصل بدري. ايه اشترينا حلويات. كم حلويات جبتوا؟ اول استراحه نزلنا عشان نصلي ولو كنا هنتغدى. و احنا يعني لسه قدامنا بدري. احنا كده لسه حتى ما وصلناش الرياض، فهنروح بقى نصلي. وادي كده اول استراحه. عدوا معانا بقى هننزل كام استراحه الرحله دي. ده كده شكل المصلى اللي احنا بنصلي فيه في الاستراحات. هنصلي بقى المغرب والعشاء مع بعض، علشان احنا كنا طلعنا قبل المغرب فملحقناش نصلي المغرب، والعشاء كمان أذن علينا، فهنصلي المغرب والعشاء وبعد كده نخرج بقى. احنا كنا هنتغدى ونكمل رحلتنا. السلام عليكم يا بنات، احنا كده وصلنا خلاص الميقات عشان نحرم. الساعة دلوقتي 7، احنا فضلنا في الطريق 12 ساعة، فوصلنا اهو الميقات. هو ده الميقات اللي احنا هنحرم منه، او السيل الكبير. داخلين دلوقتي على دورات المياه بتاعت النساء.
بس هنحرم بقى ونتوجه ان شاء الله على مكة، وربنا يتقبل. الحمد لله تم الإحرام، ونوينا لبيك اللهم عمرة. خلصنا دلوقتي، هنبدأ بقى نروح على الباص علشان نتحرك على مكة. بس طبعا قبل ما نروح على الحرم ان شاء الله لازم نروح الفندق الاول، نحط الشنط بتاعتنا وبعد كده نتحرك. بصوا في الايام العادية المكان ده كله بيكون فيه ناس بالهبل يعني، بس طبعا عشان في كورونا. ونسيت اقول لكم طبعا علشان اللي بيعوز يجي عمرة لازم يطلع تصريح الاول، وكمان اللي عايز يصلي برضو لازم يطلع تصريح، ولازم اللي عايز يدخل ان شاء الله لما نروح المدينة وندخل الروضة الشريفة لازم برضو نطلع تصريح. فالموضوع معقد جدا، فعشان كده تلاقوا مفيش ناس اصلا يعني. ده هم 3-4 باصات بس، والمكان اللي انتوا شايفينه ده كله اللي هو بصوا شايفين الفراغ ده كله ما بيكونش كده في الايام العادية. في السنين اللي فاتت يعني ده كله بيكون مليان ناس ما بتعرفوش تمشوا منهم اصلا. فربنا يزيح الغمة ويزيل الوباء، لان الموضوع صعب جدا. ويعني الناس اللي هم بنشتري منهم المستلزمات بتاعه العمرة ما فيش. انا طبعا ما عرفتش هصور لكم لان كنا سفر طويل وكنا نايمين في الباص، فالواحد اساسا ما كانش رايق يعني ان هو يفتح الكاميرا ويصور. بس ما فيش حد خالص، كلهم قاعدين كده ما بيبيعوش حاجة. ربنا يرزق الجميع. حبيت اوريكم كده المكان. بصوا بقى يعني لما بنحرم كده بيكون ما شاء الله الشكل حلو قوي. ربنا يا رب يرزقكم جميعا ويكمل لنا على خير. الساعة دلوقتي 7:30 الصبح. احنا طبعا فضلنا في الطريق 14 ساعة من اول ما طلعنا من الخبر لحد ما وصلنا هنا الميقات، فضلنا 14 ساعة. فخلاص كده هنتحرك ان شاء الله دلوقتي على مكة على الفندق. هو ده اهو. هندخل بقى نحط الاغراض بتاعتنا ونطلع على الحرم ان شاء الله، اشوفكم بقى في الفيديو اللي بعد ان شاء الله الجاي واحنا بنأدي العمرة. وخلاص كده بقى هننهي معاكم الفيديو ده. مع السلامة.